السلام عليكم. خير ما نبدأ به الكلام هو الصلاة والسلام على خير الأنام. قبل ما ندخل في صلب الموضوع بغيت نوضح واحد النقطة مهمة بزاف ديال المتابعين اللي كيعاتبوني عليها، علاش ما كتجاوبناش في الميساجات والتعاليق. الخوت خصكم تعرفوا باللي كيوصلني واحد الكم هائل جدا ديال الرسائل يوميا. انا في النهاية تنبقى انسان، عندي حياة شخصية، التزامات، عمل وابحاث. الا جلست نجاوب كل واحد بوحدو صدقوني راه ما غادي نخدم، ما غنعس، وما غنلقاش حتى الوقت باش نوجد لكم موضوع. ولكن انا كنجاوب على حسب الاهميه للميساج ديالكم اللي قريتو باش تعم الفائده. ومن بين اهم الاسئله اللي قريتها في الفيديو اللي فات، وبحكم اننا كمغاربه معروفين بالطاجين والمرقه باللحم، هو ياك سكين جبير مسموح، اذا وعلاش ما نقدروش نطيبو بسكين جبير غبره؟ وعلاش الدكتور ضياء كيمنع العطريه مطحونه؟ اليوم غنجاوبكم بالعلم، ركزوا معايا مزيان. اول حاجه خصنا نتفقوا عليها في نظام الطيبات، علاش تمنعات العطريه المطحونه كامله؟ ماشي حيت العشبه خايبه، لكن لجوج اسباب علميه كتدمر العلاج ديالكم. اول حاجه، اغلبيه الناس اللي عندهم الغشاء المخاطي ديال الامعاء او ما يعرف بالميوكوسا مريض وملتهب، ملي كتلوح العطريه غبره في الماكله، هذوك الجزيئيات الجافه والحاره كتهيج القولون بحال اللي كتحك شي جرحه بالرمله. هادشي كيدير التهاب وكيبلوكي التشافي. وكاينه واحد الكارثه ديال الغش التجاري في العالم العربي. الاسواق ديالنا عامره بالغش، بزاف ديال التجار باش تيزيدوا في الوزن ديال العطريه كيطحنوها ويخلطوها مع الفورس او النشا. دابا غتسولوني واش غنبقاو نطيبوا الماكله باسله؟ كيفاش نستافدوا من البنه ديال سكين جبير في الطاجين؟ الحل سهل، هو سكين جبير الطري، ولكن حتى هو عنده قاعده في الطياب باش ما ياديش لينا المصارن. اولا ما تحكوش سكين جبير طري في الماكله، حيت ملي كتحكو كتطلق دوك الالياف الخشنه والقاصحه ديالو، وهاد الالياف هي اللي كتعيي المعده في الهضم. ثانيا الطريقه الصحيحه اللي تتعاينوها هي تشد سكين جبير الطري، تقشرو مزيان وتقطعو لطريفات كبار بحال الدواور، لوحهم في الطاجين ولا المرقه. ملي كتغلى الماكله ديك المرق كيمتص البنه والماده الفعاله اللي هي الجنجيرول بلا دوك الالياف. ثالثا ملي طيب الطاجين وتبغي تحط الماكله، زول دوك الطرف الكبار تسكين جبير ولوحهم، وهكا كتكون خديتي البنه ديال العطريه في المرقه وحميتي المصران ديالك. اذا نظام الطيبات جا باش ينقي لينا الذات ويريح لينا الامعاء، ماشي باش نزيدو نعذبوه بالعطريه. نساو عليا سكين جبير غبره واعتمدوا على سكين جبير الطري بالطريقه اللي شرحت لكم. كنتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم، وتنعتذر على التاخر في الردود، وغنخلي لكم المصادر اللي اعتمدت عليها في البحث في الوصف. وفي النهايه القرار ليك وصحتك بين يديك. نشوفكم في فيديو جديد.